انت دلوقتي داخل على كليبزو، القعدة بتاعت الناس التقيلة اللي بتحب تتفرج على فيلم كامل وهي رايقة بكوباية شاي ومزاج عالي. هنا بنختصر لك الحكاية من غير ما نبوظها، ونقدم لك اللحظة اللي بخلي قلبك يدق وتقول الله، دي مش قناة، دي حكاية معمولة للعيار التقيل. زي ما بيقول عيسى الوزان، يلا بينا. السفينة الفضائية أفالون باين إنها بتسافر في الفضاء، رايحة لعالم مستعمر اسمه هومستيد 2. كل الكبائن فيها فاضية، والسفينة ماشية على الطيار الآلي. 258 من طاقم السفينة و5000 راكب نايمين في حالة تجنيد. فجأة السفينة تعدي من حزام نيازك، وده بيضعف دروع الحماية. الطاقة بتتحول للدروع الرئيسية، بس السفينة داخلة على اصطدام مع نيزك ضخم، وفجأة النيزك بيخبط في السفينة، وده بيعمل أعطال كتير. السفينة بتبدأ تصلح نفسها أوتوماتيك، لكن واحدة من كبائن التجميد بتشتغل. الراكب اللي صحي اسمه جيم بريستون، مهندس ميكانيكا. الكابينة بتفتح والنظام الأوتوماتيكي بيساعده يصحى، وبيقول له إنه نام 120 سنة، وإنه السفينة فاضل لها 4 شهور وتوصل هومستيد 2. بيقول له إنه يقدر يقضي الوقت ده في الاستمتاع بكل الرفاهيات اللي في السفينة. جيم بياخد تعليمات عن سوار الهواية بتاعه، الكابينة بتاعته، والأنشطة اللي المفروض يعملها قبل ما يوصل الكوكب. بس وهو متحمس ومتوتر يقابل الناس اللي في السفينة، بيستعد يخرج من الكابينة ويدخل على فصل تعليمية أوتوماتيكي. كان المفروض يبقى فيه مجموعة كاملة. جين شكله قلقان شوية، والهولوجرام بيشرح حالة الأرض وبيقول إنها زحمة وغالية ومبالغ فيها. بيقول له يحتفظ بأسئلته لآخر الدرس، لكن جيم بيفضل يسأل ليه هو لوحده هنا. بيكتشف إن الهولوجرام مش هيقدر يرد عليه، فبيمشي يدور على أي حد. بيروح للردهة الرئيسية في السفينة، بس برضه مفيش حد، ومكتب معلومات أوتوماتيكي بيعرض يساعده. جيم بيطلب يكلم شخص حقيقي، فبيبعتوه لمضيف، لكن لما بيروح يلاقي مفيش حد هناك كمان. بيطلب يقابل الكابتن. لما يوصل للكابينة الرئيسية، حتى من غير ما يقدر يدخل، بيشوف إن طاقم السفينة كله نايم. جيم بيروح للمرصد، وهناك بيكتشف إن السفينة لسه فاضل لها 90 سنة توصل هومستيد 2. بيفهم إنه صحي بدري، فبيرجع يجري للردهة ويبعت رسالة للأرض يسأل يعمل إيه، عشان مش عارف يرجع ينام تاني. النظام بيقول له إن المكالمة الغالية دي هتاخد حوالي 55 سنة عشان يوصل له رد. جيمس بينهار، بيتمشى لحد ما يوصل لبار السفينة، وهناك بيشوف شخص تاني. هو بيتكلم مع البارتندر، بيحس إن في حاجة غريبة. لما البارتندر بيروح يجيب له مشروب، جيم يلاحظ إنه راجل آلي اسمه آلثر. جيم بيحاول يعرف معلومات أكتر منه، بس مش عارف حتى يشرح له إزاي صحي بدري. جيم بيصحى تاني يوم ويروح الكانتين، وهناك بيكتشف بسرعة إن معظم الحاجات اللي في المنيو للدرجة الأولى بس. بياخد قهوة عادية وبيحاول يصلح كابينة التجميد بتاعته. بعد ما بيجمع الأدوات، بيقدر يشغلها ويدخل جواها، بس مفيش حاجة بتحصل. بعد كده بيحاول يستخدم الأدوات دي عشان يدخل على كبائن الطاقم، بس برضه مفيش فايدة. السفينة بيحصل فيها أعطال صغيرة هنا وهناك. جيم بيرجع كل يوم للبار يشرب ويتكلم مع آرثر. الروبوت بيديله نصيحة تخليه يقتحم واحدة من غرف الدرجة الأولى ويحاول ينبسط شوية في السفينة. جيم بيجرب كل المطاعم والألعاب ونظام الترفيه، لكن مع الوقت بيبقى تعيس أكتر بكتير لأنه لوحده. وفي يوم بيسكر ويمشي وسط كبائن التجميد لحد ما يوصل لمنطقة فيها بدلات فضاء مخصوصة للخروج. جيم بيلبس واحدة ويدخل غرفة الخروج، يسحب الرافعة ويدوس الزرار اللي بيفتح الباب. بره السفينة بينبهر بالمنظر، هو الإنسان الوحيد الصاحي اللي شايف اللحظة دي. جيم يفك المغناطيس من جزمته ويطفو في الفضاء حاسس بالحزن. بيرجع تاني جوه يقلع البدلة، بس يرجع لغرفة الخروج من غيرها. يسحب الرافعة مستعد ينهي كل حاجة، لكن في آخر لحظة يغير رأيه، يجري جوه تاني ويتزحلق على إزازة. جيم بيقف ويبص ناحية واحدة من كبائن التجميد، ويلاحظ واحدة ست اسمها أورورا. يدور على ملفاتها في النظام ويسمع مقابلاتها وهي بتحكي عن نفسها، ويقع في حبها. بيرجع للبار، بيقرأ شغلها الأدبي، وبيتكلم مع آرثر عن كتابتها.
بيبقى مهووس بفكرة إنه رايح لعالم جديد عشان يبدأ حياة جديدة، ويصحى بدري ويفوت الفرصة ويلاقي البنت اللي شايفها مثالية بس مش قادر يوصل لها. جيم بيفضل يفكر فيها وتجيله فكرة يصحيها، يتكلم في الموضوع مع آرثر، بس الروبوت مش بيفهم في المشاعر. لو صحاها عشان هو وحيد يبقى حكم عليها تموت معاه على السفينة. جيم يقرر لأ، بس مع الوقت مش بيقدر يمنع نفسه، وفي يوم بياخد القرار يروح على الكابينة بتاعتها ويقدر يشغلها. أورورا بتصحى وبتبدأ تمر بنفس اللي جيم مر بيه. جيم بيستخبى ويرجع أوضته، وبعد شوية بيروح الردهة الرئيسية يمكن يلاقيها، وبالفعل بيشوفها بنفس الحيرة اللي هو حس بيها من سنة فاتت. بيقول لها إنهم الاتنين بس اللي صحيين، وياخدها للمرصد، وهناك بيشرح لها إنه مش قادر يوصل لا لطاقم السفينة ولا لأنظمة القيادة. أورورا بتتوتر وبتجري على الكابينة بتاعتها، ولما بيوصلوا جيم بيقول لها إن مفيش أي أجهزة على السفينة تقدر ترجعهم لحالة التجميد تاني، يعني هم متعطلين هنا. بيرجعوا للردهة وبيقول لها ترتاح شوية عشان هي لسه خارجة من التجميد. هي بتحس بالذنب عليه عشان عاش أكتر من سنة لوحده على السفينة. جيم بيرجع للبار مليان ندم على اللي عمله، وبيطلب من آرثر ما يقولهاش إنه هو اللي صحاها. تاني يوم أورورا بتصحى، بترجع للردهة وتسأل كاونتر المعلومات الأوتوماتيك عن كبائن التجميد. جيم بينضم ليها وبيروحوا ياكلوا فطار، وهم ماشيين كاونتر المعلومات بيبدأ يحصل له عطل بسيط. في الكانتينة أورورا بتلاحظ إن جيم بياكل نفس الفطار بقاله أكتر من سنة، فبتطلب له حاجة من منيو الدرجة الأولى. بيتكلموا عن إمكانية إصلاح الكبائن، بس على عكس جيم أورورا مش ناوية تستسلم. بتروح تدور في المستشفى وتفتش في ملفات البحوث، وفي الآخر توصل لكبائن الطاقم وتحاول تفتح الباب بالعافية. جيم في نفس الوقت بيلاحظ أعطال أكتر بتحصل في السفينة. شوية وقت وأورورا بتبدأ تكتب عن حياتها على أفالون، بتجري في ممرات السفينة وبتعوم في البسين، وكل يوم وعيها بالمصيبة اللي هي فيها بيكبر. بتروح الكانتينة تقابل جين وبتقرر تعمل معاه مقابلة، شايفة إن قصته ممكن تبقى مثيرة. بتسأله ليه سافر للمستعمرة. جيم في الأول بيرد بكلام الشركة، بس بعد كده بيشرح إن حلمه إنه يكون حد مهم في العالم الجديد. في يوم وهم قاعدين في المرصد، أورورا أخيراً بتحكي له سبب سفرها. هي الوحيدة اللي معاها تذكرة رايح جاي. كان حلمها تروح هومستيد 2، تعيش هناك سنة وترجع الأرض عشان تكتب أعظم قصة صحفية في التاريخ. مع الوقت أورورا تبدأ تيأس من حل المشكلة، فجيمي قرر يفرحها. بياخدها ترقص ويشوفوا فيلم ويروحوا ملعب الباسكت بول، وفي الآخر بياخدها البار عشان تقابل آرثر. بتضحك وتنبسط شوية، بس فجأة تفتكر هما فين وتسيبه وتمشي. جيم يفضل قاعد مع الروبوت حاسس بالذنب والندم. بعدها بشوية جيم بيبان وهو بيصمم حاجة بإيده، وأورورا تدخل المرصد تلاقي مجسم صغير لمبنى كرايسلر هو اللي عامله لها. شوية وقت ويطلعوا سوا في موعد عشاء، يتكلموا عن حياتهم وهي تحكي له إن والدها مات وهي مراهقة. بعد العشاء جيم ياخدها لغرفة الخروج ويلبسوا البدلات الفضائية ويخرجوا يتمشوا في الفضاء سوا. وأخيراً جيم عنده حد يشاركوا اللحظة المذهلة دي، بيطفي المغناطيس من جسمهم ويعوموا سوا في الفضاء. يرجعوا جوه، وأول ما يدخلوا يتباسوا، يروحوا أوضته ويقضوا الليلة سوا. بعد كده يبدأوا يعيشوا كأنهم كابل. أورورا تنتقل تعيش في أوضته وتبدأ تكتب عن حياتها. يجريوا سوا، ياكلوا سوا، يناموا سوا. جيم يفضل يكتشف السفينة لحد ما يلاقي المزرعة الداخلية، يقطف لها ورد ويهديها. في يوم السفينة تعدي جنب نجم أحمر ضخم، فيروحوا يشوفوه من المرصد. النهاردة عيد ميلاد أورورا، فيحتفلوا بيه في واحد من مطاعم السفينة. وبعدين في البار جيم يروح الحمام يجهز الخاتم اللي صممه بنفسه ليها، وأورورا تقعد على البار تتكلم مع آرثر. الروبوت من غير ما يعرف إن دي سر بيقول لها إن جيم هو اللي صحاها. جيم يرجع وأورورا بتواجهه
مصدومة ومش مصدقة، بتجري منه غاضبة ومفعورة. جيم يرجع أوضته يلاقي كل حاجاتها اختفت. تاني يوم يشوفها في الكانتينة، بس أول ما يكلمها تجري منه تاني. أورورا منهارة. أورورا تروح لكابينة جيم بالليل تضربه بإيديها ورجليها، بتحاول تقتله. جيم يحاول يكلمها عن طريق الكوم لأنها مش عايزة ترد عليه، بيعتذر وبيشرح لها إنه بيحبها. أورورا مش فارق معاها الكلام ومش قادرة تسامحه. بالليل جيم في كابينته ويحصل عطل جديد، السفينة بتتعرض لخلل خطير والنظام الرئيسي بيوقف. جيم يدخل المصعد والمصعد كمان يتعطل. أورورا تدخل الكونكورس وتلاقي جيم زرع شجرة هناك. تروح الكانتين تلاقي ماكينة الأكل كمان مش شغالة كويس. فجأة يسمعوا صوت قائد السطح عبر الكوم بيسأل مين زرع الشجرة. يجروا على الكونكورس ويلاقوا جوس مانكوسو واقف قدام الشجرة، يعرفوه على نفسهم ويحكوا له اللي حصل. مانكوسو مش مصدق إن 3 كبسولات يعطلوا مرة واحدة. مانكوسو ياخدهم للكابينة الرئيسية، يكتشف إن السفينة فيها مشكلة كبيرة ولازم يراجعوا المعلومات يدوي. وهم طالعين روبوت وقع عليهم بالعافية. بيقولوا لمانكوسو إن الأعطال زادت جدا في السفينة، يقول لهم إن ده خطير ويعلمهم إزاي يجمعوا الداتا. مانكوسو يراجع الكبسولات. جيم بيجي معاه، بيكتشفوا إن جيم هو اللي بوظ كبسولة أورورا. مانكوسو بيعتبر اللي عمله جيم شيء فظيع. مانكوسو يكمل مراجعة البيانات في الكابينة الرئيسية، وأورورا تيجي يتكلموا عن اللي حصل مع الكبسولة بتاعتها، لكنه يقول لها إنه مش قادر يعمل حاجة. جيم يجيب الروبوت السادس عشر اللي اتكسر. مانكوسو يحس إنه تعبان، ولما يمشي يكح دم. بالليل أورورا مش قادرة تنام فتنزل تعوم في حمام السباحة. فجأة السفينة تفقد الجاذبية وأورورا تبدأ تغرق وهي علقة مع المية اللي طالعة معاها. النظام يرجع وهي تطلع من الحمام بالعافية. أورورا وجيم يجروا على الكابينة الرئيسية يدوروا على مانكوسو. الثلاثة يبدأوا يفهموا اللي بيحصل. مانكوسو يكتشف إن في عطل حصل من 2 سنين دمر نظام رئيسي، لازم يصلحه وإلا السفينة كلها هتضيع. وهم رايحين يدوروا على سبب الخلل، مانكوسو يغمى عليه، ياخدوه للعيادة ويعرفوا إنه بيموت ومفيش علاج ليه. بعدين يجتمعوا في المرصد. مانكوسو يدي جيم الإسوارة بتاعته ويقولوا لازم يصلحوا السفينة وبعدها يموت. وفجأة السفينة بتتقلب بالحالة الطوارئ والنور الأحمر بيولع. جيم يقول لأورورا إنه محتاج مساعدتها ويجروا ناحية الهندسة. في فشل تاني في محرك الجاذبية وأرثر كمان يتعطل، ويبتدي يضرب ويرمي حاجات حتى جيم يعطل أرثر. يوصلوا للهندسة ويدوروا على المشكلة، يلاقوها في المحطة الرئيسية. يفتحوا فتحة الصيانة وأورورا تتسحب برا. جيم يحاول يمسك بالفتحة لكنه كمان يتسحب. يقفلوا الفتحة بالعافية بس يكتشفوا إن في تسريبات تانية. بيتبعوا مسار النيزك ويكتشفوا إنه خبط كمبيوتر التحكم في المفاعل. يحاولوا يصلحوه بقطع غيار بس التهوية ما بتشتغلش. جيم يقرر يفتح باب التهوية يدوية من برا السفينة. يجهز للخروج ويسلم أورورا إسوارة مانكوسو لأنه ممكن ما يرجعش. أورورا ترجع للغرفة والجهاز بيسخن بشكل خطير. مسمار ناري بيطير ويغرس في دراع أورورا. جيم يحاول يفتح الباب من بره ويفهم إنه لازم يمسكه بإيده. يقول لأورورا تفتح التهوية وهو ماسكه ويتخانقوا، بس في الآخر توافق. التهوية بتنجح لكن الدخان يخلي جيم بيطير بعيد ويتقطع حبله. ضغط بدلة جيم بيقل وهو بيكلم أورورا تجري تجيب بدلة تانية وتحاول تطلع له. الحبل بتاعها قصير لكنها تمسك بحبل جيم وتسحبه. أورورا تسحب جيم للعيادة بس تكتشف إنه مات. تستخدم إسوارة مانكوسو عشان تعيد انعاشه. الجهاز يرجعوا للحياة وأورورا بيسامحه. أورورا بتصلح أرثر، يعملوا لجثة مانكوسو جنازة فضائية محترمة. جيم يقول لها إنه ممكن يحطها في كبسولة طبية عشان تكمل الرحلة نايمة، لكنها ترفض وتختار تعيش معاه. جيم يطلب إيدها ويتجوزوا ويعيشوا حياتهم مع بعض على السفينة. بعد 88 سنة السفينة بتوصل لهومستيد 2. الطاقم يصحى ويلاقي السفينة في حالة مش متوقعة. أورورا تسيب لهم رسالة
بتحكي فيها حكايتهم على السفينة. وبكده تكون نهاية الفيلم. أتمنى الدعم فضلا وليس أمرا، لأني والله بستعمل بس برامج مجانية وعايز أطور في المحتوى أكتر بمساعدتكم. وشكرا لكل مين وصل لحد هنا، وإلى اللقاء في فيلم جديد على قناتكم كليبزو.